تعال نعرف مع بعض ايه هو التسويق. التسويق هو الترويج لخدماتك او لشركاتك عن طريق الانترنت او منصات الديجيتال ماركتنج. طب عارف ايه الفرق ما بين طرق التسويق التقليدي وطرق التسويق الالكتروني؟ التسويق التقليدي عد عندك اعلانات تلفزيون، راديو، صحف ومجلات، فعاليات زي المعارض والمؤتمرات، طباعه زي النشرات والمجلات، مندوبين للتواصل المباشر مع العملاء بتوعك. طب ايه هو بقى التسويق الرقمي؟ انك تستخدم الانترنت لتسويق الخدمات بتاعتك. مواقع الويب، ممكن تنشئ ويب سايت خاص بيك لعرض الخدمات والمنتجات بتاعتك. وسائل التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وانستجرام وتويتر، كل دي عشان تتواصل مع العملاء بتوعك. الايميل ماركتنج عشان تبعت رسائل اخباريه للعملاء بتوعك. تحسين محركات البحث عشان تخلي الموقع بتاعك يظهر في الاول. اعلانات مدفوعه زي جوجل وفيسبوك. طب ايه بقى عيوب كل نوع من الانواع اللي احنا اتكلمنا عنها؟ عندك اول حاجه التسويق التقليدي، التكلفه عاليه بالنسبه للناس اللي لسه بتبدا. محدش مثلا يحب يدفع 50,000 علشان يأجر يافطه في الشارع. اثنين، الاستهداف، لان اليافطه اللي في الشارع دي انت مش هتعرف مين شافها ومين لا، والناس اصلا مهتمه بيك ولا لا. ثالث حاجه القياس، وده لان من الصعب تعرف كم واحد شاف الاعلان وعندهم كام سنه ورجاله ولا ستات. واخيرا التفاعل، لان حتى لو عجبهم الاعلان مش هيعرفوا يتواصلوا معاك وقتها. طب ما كله عيوب اهو، امال ايه المميزات؟ لا انت عندك ميزه مهمه جدا. مع ميزه التلفزيون والراديو انك توصل لملايين الناس، وهي المصداقيه. لان اعلانك في التلفزيون او يافطه كبيره على كوبري 6 اكتوبر ده هيدي انطباع للناس انك شركه كبيره مش مجرد نصبايه اونلاين. نيجي بقى للاهم وهو الموضوع الرئيسي للحلقات بتاعتنا كلها في المستقبل، مميزات التسويق الرقمي. التكلفه، لان هو ارخص من التقليدي، ولانك كمان تقدر تبدا باي مبلغ تقريبا، بشرط انك هتضحي بوقت ومجهود عشان تتعلم حاجات زي كتابه المحتوى والمونتاج والتصميم. واهم 3 مميزات في كل اللي احنا قلناه ده هم الاستهداف، القياس، والتفاعل. وده لان اعلاناتك هتعرف توديها لناس معينه بمزاجك انت، وتاخد شويه قياسات مع التفاعل بتاعهم، هتستفيد منه جدا في المستقبل. طب حلو ده، فين العيوب؟ اولا كده المنافسه كبيره جدا، سواء كنت شغال في المجال او حتى حابب تسوق لنفسك. التعلم، وده سواء قررت تتعلم عشان تقلل التكلفه، او تتعلم علشان تعمل الموضوع بنفسك، او حتى تتعلم عشان تشوف الناس اللي معاك شغالين صح ولا لا. واخيرا الصبر. وفي النهايه مفيش طريقه احسن من طريقه او حاجه احسن من حاجه، لكن في خطه بتتحط طويله وقصيره توصلك لهدفك عن طريق الطرق المتاحه ليك. كل اللي عليك انك هتدوس متابعه علشان نكمل مع بعض تعليم للتسويق الالكتروني.